يا جدعان نصيحه برضو بالنسبه للشغلانه دي، بلاش. انا دايما على فكره بيجي لي في الاعلانات زي اخصائي تمويل وحاجات شبه كده، تقعدوا بقى تجروا ورا العالم عشان تاخدوا منهم فلوس ويتخصم منكم والحاجات المقرفه دي. ده حرام. ان تبقى مؤسسه معتمده فعلا اعتماد اساسي على انها تاخد قروض وتنزلك انت تجري ورا العالم في الشارع عشان تاخد منهم القسط بتاع الكارد ويتهربوا منك، والقرف ده حرام بعيد عنه. سوا موضوع انك تقعد تجري ورا الناس بقى علشان قروض وحاجات شبه كده وتاخد منهم القسط والقرف ده، تتبهدل اصلا والجو حر والعمليه مش مستاهله. وادلك على عنوان ويطلع وانا بملك اي كلام عشان بس ايه، تبعد عني وتحل عن دماغي والجو ده. اقعد اقول لك هدفع لك النهارده هدفع لك بكره، والراجل يرجع كده هوت في الفاضي. موضوع برضو مش كويس، فاهم قصدي؟ تسويق وبيع. لو تتكلم عن المبيعات في دمياط هي مش كويسه، يعني دي حاجه اشهد بيها برضو الصراحه. اللي بيشتغل تسويق بالعموله او الحاجات ديت في دمياط، لا مش مجزيه فعلا. بيشتغل على القاهره، بيشتغل على اسكندريه، الاماكن دي بيكسب من وراها حلو وبيعمل من وراها فلوس حلوه، الامانه يعني. انت عندك حاجه يا استاذه نوره؟